سمى عمر وسمى أبو بكر وسمى عثمان، وهم إخوان الحسين، ولعله بعضهم قتل مع الحسين عليه السلام. جميل. أنا سمعت هذا المقطع وقال يتحدى أننا نذكر هذه الأسماء. لو سمع مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي الذي ذكرناه قبل أيام هنا لسمعنا ذكر هذه الأسماء، تذكر هذه الأسماء عادي. لا أدري لماذا يتحدى. أي مقتل شيعي موجود، الإرشاد للشيخ المفيد مثلا، مثير الأحزان لابن نما، اللهوف على قتل الطفوف للسيد بن طاووس، كل هذه الكتب تذكر هذه الأسماء. فتتحدى من؟ الأسماء موثقة في الكتب، لكن مهم جدا أن نتوقف عند الأسماء. أولا أبو بكر، هذا في اللغة ليس اسم. أبو بكر ليس اسم، أبو بكر كنية. كل ما ابتدأ بأب أو بأم هو كنية. وأبو بكر اسمه عبد الله، ولكن طبيعة العرب مثل اليوم، مثلا إذا واحد في العراق اسمه يوسف بماذا يكنى؟ أبو يعقوب. اسمه أحمد بماذا يكنى؟ أبو شهاب. هذه قضايا عربية معروفة. مثلا عندنا مهدي أبو صالح. كل من يسمى بعبد الله عفوا يكنى بأبي بكر. فأبو بكر كنية، وكنية عربية دارجة. هو حتى أبو بكر المعروف ليس اسمه. عثمان مثلا سنرجع عثمان سئل أمير المؤمنين على هذه القضية فقال أسميت بعثمان على اسم أخي عثمان بن مضعون، نعم، الذي تربى في داخل البيت النبوي، كان حقيقة أخ للإمام عليه السلام، وهو أول من مات من المهاجرين ودفن في البقيع. أول قبر في البقيع كان قبر عثمان بن مضعون. عمر، أول قضية نحتاج أن نضبط الاسم، هل هو عمر بضم العين أو عمر بفتح العين؟ الوثائق التاريخية أو عمرو، هو عمر، لا يقال عمر، هو الواو للإشارة أن العين مفتوحة، يقال عمر وعمر. جيد. أولا نحتاج إلى ضبط هذا الاسم، هل هو عمر أو عمر؟ خلاف بين المؤرخين، هناك من ضبطه بفتح العين، هناك من أضاف واو واعتبره عمر، مثل أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين يعتبره عمر وليس عمر، وغيره طبعا، حتى الشيخ المفيد وغيره. فأولا يحتاج أن نحل هذه القضية. للمراجعة تقريبا صفحة 51 أو صفحة 56 يذكر أبو الفرج نعم اسم عمرو أو عمرو بن علي. ثانيا، اسم عمر ليس حكرا على شخص. مثلا هناك شخص مقرب من البيت النبوي، عمر ابن أبي سلمة الذي هو ابن أم سلمة، أيضا هذا كان مثل عثمان بن مضعون، تربى في البيت النبوي وقريب جدا من أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هذا الشخص لم يقتل بكربلاء، فلماذا يتحدى؟ طبعا ما خرج هو مع الحسين. نعم، ما خرج ولم يقتل بكربلاء، وكانت له بعض المواقف التي تحتاج مراجعة لهذه الشخصية. السيد علي الشهرستاني في كتابه التسميات بين التسامح العلوي والتوظيف الأموي بحث هذه القضية بالتفصيل، تراجع هناك.